المستشار النفسي الدكتور طارق الحبيب اشتهر بمواضيع جدلية كثيرة. هذا الأسبوع امتدت سلسلة إثارته في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع. خلونا نشوف. منزليه مثل شنو واجبات المنزليه؟ تقول انا اعطيه واجبات منزليه واعطيه اجر علشان اعلمه المسؤوليه. مثل شنو واجبات؟ الان توصيل الاخت للمدرسه ما هي بشغله الولد، شغله السواق. عفوا صح. اي لان لو قلنا شغله الولد خلاص قوم يكنسي يمي. اي ليش شغله الشغاله؟ تطور تقول عيالنا لازم يتعلمون، خلوا يتعلموا علوم اكبر من توصيل اخته مثلا. نعم. مثل صب القهوه للضيوف، هذا تخلف حضاري اشوفه الان. خلى العامل اللي عندك يصب، تبقى عنده عامل، خلى الولد يقعد يسمع كلام الرجال. صح. ياخذ ويعطي، يتعلم الثقه، مو بيتعلم الذله اوقات. فهمتني؟ ننتقل نقله نوعيه. في ردة فعل أولية مع هذا الموضوع انتشر هاشتاج طارق الحبيب صب القهوة للضيوف تخلف حضاري. ردود فعل كثيرة جت على هذا الموضوع. سمر غردت وقالت احنا نعلم أولادنا يعتمدون على أنفسهم وبنحاول قد الإمكان الابتعاد عن الخادمات والحبيب يجي بالعيد. أما المغرد ناقد قال كل واحد يصب لنفسه أحسن وآخر واحد يشيل الدلة معه. المغرد بداح كتب وقال صادق بعضهم ودك تحط له مزاز وتقول له اسحب يا وحش. وتغريدة أخرى تقول ترى منطقي كلامه، درجة الحرارة 50 وتقهوي الناس، عطهم هولستن تفاح بارد بس صبها في كاسات. الدكتور طارق الحبيب وضح لترند السعودية في مقطع فيديو تفاصيل عن هذا الموضوع. خلونا نشوف طارق الحبيب وش قال. مساكم الله بالخير يا جماعة. أنا قلت صب القهوة تصرف غير حضاري للرجال اللي عنده عمال وعنده خير ويخلي ولده يقف يصب القهوة ولا يخلي العامل يصب. أنا أترك العامل يصب وجلس ولدي يتعلم من أفكار الرجال. الجيل الجديد ما يحب هالحركات، ونفرض عليه عاداتنا حنا يا الكبار. حنا نفرض عليه ما يجب أن ينفعه، وهو أنه يقعد مع أفكار الرجال، وشغل العامل للعامل. فقطع كلامي عن بعض وقالوا طارق يقول صب القهوة تخلف حضاري. تمسون على خير.